الآن في المملكة العربية السعودية بإذن الله متوكلين إلى اليمن بإذن الله النصر يا شهادة بإذن الله. وأكد للشعب اليمني والله إن فيها نصر، إن في هذه الحركة نصر من الله، وأنا واثق بكلامي والله لن يخذلنا بإذن الله، وفيها نصر وفيها نصر وفيها نصر بإذن الله. وأقول لكم لا الحوثي لا الحزبيات لا صراعات لا تشتتات لا نزاعات لا عنصريات في الشعب اليمني، نحن يمن واحد، وإذا تكاتفنا سوف نحل الخلافات فيما بيننا. لا عنصريات لا تشتتا، نكون أمة واحدة، نكون وطن واحد، من واحد، لا شمالي ولا جنوبي، يمن واحد يد بيد. أخي قال أخي، والذي يقول لك النصر قريب بتفرج إن شاء الله، من عي يحرر بلادك؟ لا بالله أنت، ومن عي يحرر نفسك؟ لا بالله أنت، ومن عي يسيطر على قوتك وخوفك؟ لا بالله أنت. حرر نفسك، ووقتك لأجل تحرر نفسك وتبايع الله وتبايع رسوله وتبايع الوطن والمواطن ودول الإسلام لأجل ألا تخونهم، وتقوم على عرضك والفقراء والمساكين، وتقوم على نصرة المحتاجين والفقراء والمساكين وإعانة الناس. أنت مسؤول أمام الله، أنت ما خلقت هكذا عبد يا يمني، أنت رجال حر شريف نزيه، قع رجال قع فلان. حرر نفسك الآن هو وقت تحرير بلادك، الآن هو وقتك، لا وقت أي واحد ثاني غيرك. الآن بنتوجه لتحرير بلادنا من العنصريات والفقر أجل نصرة اليمن وإعانة الفقراء والمساكين. من معانا بيوقف معانا حتى لو نكون 10 مخلصين لأجل إعلاء كلمة الله. أهم حاجة نتبع الأنبياء والصالحين. صحابة رسول الله في معركة مؤتة كانوا 3000 نفر، وكم كان الكفار 200,000 كافر، وهزموا الكفار 3000 بقوة الله بعزيمة الله. أهم حاجة أنك تتخذ الله قوتك ولا تتخذ هؤلاء المشركين أوليائك، ولا ممكن قله بل قوة من الله. والذي يقول لك في التعالق ما بشي إلا أنت لحالك، وهؤلاء اللي يطقطقوا لك ويقولوا لك أنا معك أنا معك، الله معي. ومن يتكاتف الآن لأجل نصرة إخوانه ولأجل نصرة نفسه ولأجل نصرة الوطن والدول العربية والإسلامية، ويوقف مع غزة ويوقف مع الدول العربية والإسلامية ولأجل الفقراء والمساكين ولأجل عرضه ووطنه، فليتكاتف الآن ونوقف جنب بجنب ونوقف صف واحد ونبقى رجال أحرار. إذا ما تكاتفنا الآن متى عاد ما نتكاتف؟ وهؤلاء اللي جالسين في دول الأخرى عليهم بتحرير اليمن، عليهم الآن أن يرجعوا لتحرير اليمن، أن يوقف جنبا بجنب، أن نوقف صفا بصف، لا التخاذل. خلاص أنتم مش عارفين بالفقراء ولا المساكين، أنتم مش عارفين إيش داخل بيوت المساكين والفقراء، ما يأكلوا ما يشربوا ما بيعانوا. ما أنتم عارفين إيش اليمن بتتضرر، ما أنتم عارفين إيش معنى وطن، إيش معنى حب، ما أنتم عارفين إيش مبايعة الله وإيش مبايعة رسوله لأجل نصرة الدين ولأجل نصرة العرض ولأجل نصرة الفقراء والمساكين، مش لأجل مصالحكم الشخصية، لأجل لا كلمة الله، لأجل تكون دولة يمنية التي ذكرت في القرآن، اليمن السعيد. وعلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أرض المدد الإسلام، ونحن أرض المدد دول العربية والإسلامية، نكون مدد لهم وعون لهم. وأكد للشعب اليمني وإلى قيادة الشرعية احنا ما معنا سلاح، بس الله بايمدنا بسلاحه، والله بايوفقنا بإذن الله. لا تخاذلوا ولا تحزنوا، إن الله معنا، الله باينصرنا. لا تصدقوا المتخاذلين. هذا لا كلامي لأجل إني أثبت كلامي ولأجل أثبت إن أنا على كلمة الحق، إني أنا الآن لأجل أثبت كلامي للصغير والكبير للمواطن اليمني والوطن، أنني لن أخذله بإذن الله، ولن أخذل ولن أبايع غير الله أحد بإذن الله. هذا بيني وبين الله بإذن الله، والله الموفق بإذن الله، والله على ما أقول شهيد. لا حد يستخف بالشعب اليمني، لا حد يستخف بالشعب اليمني وقوته وعزائمه. الآن سوف يتكاتف، الآن سوف يكون يد بيد، ونزيل حول الذي حول مصالحهم الشخصية، ونزيل من هم منافق. والله لن تقدروا على اليمن دام فيها رجال، ومهما فعلتم ومهما صنعتم والله سوف نقودها، والله سوف نحررها، والله سوف نكون لنا بصمة في تحرير بلادنا بإذن الله. الفقير والمسكين أكثر من هؤلاء الذين يقولون أنهم سوف يحمون وسوف يدافعون عنا، هؤلاء المسؤولين والشرعيين والله لا نحميهم إن شاء الله نحن.